هنتكلم عن بليغ حمدي. عايزين نبدا بقى بعلاقته بكوكب الشرق. هو موضوع علاقته بالسيده ام كلثوم بدأ من عند الأستاذ محمد فوزي. بمعنى يمكن حضرتك الأستاذ بليغ كان شبه مقيم في مكتب الفنان الراحل العظيم محمد فوزي، فطبعا هو كان مؤمن بموهبته وهو يعتبر الأب الروحي للأستاذ بليغ. ففي يوم من الأيام الدكتور زكي سويدان كان عامل حفلة، فطبعا السيدة أم كلثوم دعت الأستاذ محمد فوزي فأخذ مع بليغ. فطبعا على لسان الاستاذ بليغ، واحنا سمعنا الكلام ده يعني من الاستاذ بليغ نفسه. فالسيده ام كلثوم اثناء الحفله طبعا هو واخد معاه الاستاذ بليغ، وكان دايما يقول له يا بلبل، تمام؟ فبتقول له سمعنا حاجه يا فوزي. رد قال لها لا انا مش هسمعك، ده بلبل هو اللي هيسمعك. قالت له مين بلبل؟ قال لها بليغ. غني يا بليغ. غني ايه يعني؟ هيغني ايه؟ الست ام كلثوم قاعده. قال له لا هي عايزه تسمعك. غني. اغني ايه يا جماعه؟ ام كلثوم قاعده. فالست ام كلثوم قالت له طب تعالى بقى جنبي. فطبعا هو ما كانش عنده حاجه، كان يا دوبك لسه بيأسسوا الاغنيه حب ايه اللي انت جايبها. فبالتالي طبعا السيده ام كلثوم جت قالت له سمعني. فقال الكوبليه الاولاني من حب ايه؟ مره واثنين وثلاثه السيده ام كلثوم تخلي الاستاذ بليغ يعيد الكلام. وبناء عليه خلصت الحفله وتمام التمام، ما فيش اي حكايه. المهم راحت مكلمه فوزي قالت له بليغ يكون عندي الساعه 10 الصبح. فطبعا هو طبعا الاستاذ محمد فوزي اتصل بالاستاذ بليغ قال له اطلع على فيلا ام كلثوم دلوقتي، هي عايزاك دلوقتي. ازاي يا عم؟ قال له اطلع. راح بالفعل على فيلا السيده ام كلثوم. طبعا قالت له مين اللي كاتب الكلمات بتاعت اغنيه حب ايه؟ قال لها ده صديق ليا اسمه عبد الوهاب محمد. قالت له اتصل بيه وهاته. فطبعا في حوار بين الاستاذ محمد الاستاذ عبد الوهاب محمد، الاستاذ بليغ اتصل بيه قال له انا في فيلا ام كلثوم. قال له انت هتهزر معايا؟ قال له ام كلثوم عايزانا دلوقتي. يا عم انا في الشغل دلوقتي. تمام. المهم خدت منه التليفون وقالت له يا عبد الوهاب تعالى دلوقتي انا ام كلثوم، وراحت قفزت. أيوة. وكانت البدايه من هنا. طبعا حبي ايه ومسهرني والف ليله، تقريبا 11 لحن للسيده ام كلثوم من العبقري بليغ حمدي.